هذا واش تستاهلوا تصفيق؟ ماتش مخدوم مبيوع، متفاهمين باللي روحو كيف كيف. تخلع السعيد من البعيد، العمالة ما تحكي له واش راه يصرى في الماتش يقول لك ماتش مخدوم. صدقوني غير يفرح بالبيت تاع نمسا اكثر من البيت تاع محرز. رسميا المنتخب الوطني الجزائري سيواجه سويسرا في الدور 32 ويتفادى المنتخب الاسباني. عندي ما نحكي على الماتش، صدقوني غير ماتش مخدوم. راني مبارطاجي شويه لي فيديو في لاباج تاعي، دخلوا شوفوهم. الجزائر رسميا والنمسا اتفقوا باش يتعادلوا، واخا هادشي راه ضد القوانين ديال الفيفا، وإلا تبتات عليهم الاتفاقيه مشاو بجوج. النمسا والجزائر قال لك اسيدي اتفقوا باش يتعادلوا، باش يفوتوا بجوج يتاهلوا بجوج. وفين راكم الششاير؟ فين راكم حنايا وكنمشينا كاس قطر وكنديناها وحنايا واعرين وحنايا ناكلوا كوره وناكلوا بالون، بقيتوا بالحسابات بالنوامر بالفلوس بالغش. شحال عطيتو فلوس، شحال عطيتو رشاوي، وشحال راكم مدورين مع النمسا باش تمشيو معاهم تعادل؟ اقسم لك بالله الا قوه الحازقه وصدقه من قال. ايوا كاين اللي كيجيبها دراع وكاين اللي كيجيبها بكعالته. ايوا معليش نتفرجوا فيكم اليوم في الضحك ونضحكوا عليكم، ماشي مشكل. تلفتوا هذا الدور هذا غطيحوا في ماماكم اسبانيا، غتعطيكم هذيك اسبانيا اللي قصيناها حنا، غتشدكم غتكرمدكم. المباراة اللي شغالة دي مسرحية، من الآخر مسرحية اتعملت على إيران. مسرحية اتعملت مش علشان هما الاتنين يصعدوا فقط، لأ، ده علشان أصلا إيران ما تصعدش. مسرحية ممكن يكونوا واخدين أوامر من أمريكا إنهم يتعادلوا عشان إيران ما تصعدش، الله أعلم. ممكن الجزائر تكون دفعت فلوس للنمسا علشان خاطر يتعادلوا ويصعدوا ويصعد معاه الجزائر، الله أعلم. لكن اللي احنا شايفينه ده دي مسرحية، والله العظيم مسرحية. ده حتى الجزائر لما اتعادلت وبتاخد فرص، لعيبة الجزائر نفسها ما بترضاش تهاجم، ما بترضاش تشوط، ما بترضاش تعمل اي حاجة. ولاعبين النمسا وقفوا من ساعة ما سجلوا الهدف الثاني والجزائر تعادلوا، وقفوا في ارض الملعب خلاص زي ما انتم شايفين كده، واقفين في ارض الملعب والجزائر بيلعب في خط الوسط. يلا رجع. راه قلنا لكم متابعينا الكرام، راه اللي عول على زريبه الجزائر ضربوا الخلا، اللي عول على حضاره الجزائر ضربوا الخلا. اللي ضحكني في هادشي هذا كامل متابعينا الكرام ان المنتخب ديال ايران ولا ايران كانت معوله على الجزائر انها تغلب النمسا باش تاهل ايران، لان الحل الوحيد باش تاهل ايران كان خص على الجزائر انها تنتصر على النمسا. والجزائر داروا مسرحيه مع النمسا، كانوا متفقين انهم يخرجوا تعادل. لكن قبل المباراه اجيو تشوفوا الايرانيين شنو كانوا كيديروا في وسائل الاعلام الرسميه، في القنوات الرسميه ديال ايران. سمع معايا، اسمع، هذه من القناه الرسميه ديال ايران. اسمع داروا خطاب باللغه العربيه موجه للجزائر باش انهم ينتصروا على النمسا باش ايران تاهل. اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الى اخواننا المسلمين في الجزائر، اتحدث اليكم باسم شعب يعتبركم اخوتي يا اخوتي، قبل ان تكونوا منافسين في كرة القدم. لابد انكم تتذكرون ما حدث في كاس العالم السنين والثمانين عندما حرم التبادل بين ألمانيا والنمسا ومنتخب الجزائر الذي كان يستحق التأهل بكل جدارة من مواصلة المشوار. لقد كان ذلك واحدا من أكثر الأيام ظلما في تاريخ كرة القدم، واليوم نأمل ألا يتكرر أي ظلم ولا يكون خروج منتخب مسلم يستحق التأهل بسبب التهاون أو غياب الروح القتالية. منتخبنا جاء إلى هذه البطولة من أرض أنهكتها الحرب والدمار، لكنه لم يفقد الأمل ولا كرامته، وجاء ليقاتل بشرف حتى اللحظة الأخيرة. معولين على الجزائر والله ما كتحشموا. أنتم اليوم لا تلعبون من أجل الجزائر وحدها، بل تحملون آمال شعبين مسلمين. صحيح أن التعادل قد يخدم منتخبا مسلما واحدا، لكن انتصار الجزائر سيمنح شعبين مسلمين فرصة تأهل عن جدارة والاستحقاق. لقد أنجبت الجزائر أساطير خالدي. شوية غادي تخليهم في الشهداء مشوا غالبا.
ما علينا. دابا هنا الاعلام الرسمي الجزائري ديال ايران خرج في رساله موجهه للجزائر وقالوا لهم ودي راه نتوما في يلزمنا نتعادلوا مع النمسا باش ما نواجهوش اسبانيا. هاي النمسا ماركت، قلت لكم قالوا الماتش مخدوم، ماتش مخدوم. الماتش ده متفقين عليه، منتخب الجزائر متفق مع النمسا على التعادل وان ما حدش يكسب التاني. اصلا ما تقنعونيش مستحيل، هو التعادل يخدم الاثنين. التعادل يعدلون غلطة رياض محرز ويتداركون الموضوع. اعطوا الكرة للنمسا عشان النمسا تسجل التعادل وعشان يواجهون سويسرا في دور 32 ويصبح مسار الجزائر سهل. فلعيبة الجزائر الأمانة تداركوا الموضوع وجعلوا النمسا تتعادل معاهم وتسجل هدف، وبكذا سويسرا بدل ما اروح الاعب المنتخب الاسباني فهو عايز يتعادل. هتقولي طب النمسا مستفيده ايه؟ ما النمسا التعادل هيصعدها برضه مركز تاني وكده كده هتلاعب اسبانيا، ما لو كسبت نفس الوضع فمش فارق معاها. هتقولي طب وسيبقى التاريخ يحتفظ لإيران كونه فريق قاتل على أقصى ما يقدر في كأس العالم 2026 باش يترشح، لم ينهزم، لعب بكل رجولة وقاتل على الميدان لآخر أوقات مقابلاته وما انهزمش في حتى مقابلة. لكن الظروف كلها كانت ضده وتقريبا الجميع تواطأ باش إيران تغادر كأس العالم، وهذه فضيحة ستبقى في تاريخ كرة القدم الجزائرية مع الأسف الشديد. طب ما النمسا تكسب يا عم، هي فرق